هجوم سيبراني على منصة إكس واتهامات لمصري من قبل خبير فرنسي. ولكن إيلون ماسك قد أشار إلى أن أوكرانيا هي الاتجاه الذي أتى منه هذا الهجوم السيبراني، ونفى التهمة عن مصر. ولكن حتى الآن هناك دفاع عن الطالب الذي أشير إليه بأنه صاحب هذا الهجوم السيبراني، رغم ما قاله إيلون ماسك. ولكن في النهاية الاتهام هو صاحب أن إيلون ماسك هو صاحب الاتهام أو نفيه، وهو بالفعل نفى هذا الاتهام عن المصري، وتوجه بالإشارة إلى أن الهجوم أتى من أوكرانيا. رغم كل ذلك، ولكن لا أحد يرغب في أن يكون هناك أي مشكلة لأي مصري أيا ما كان الوضع.